السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم وأنا متواجد بحي من أحياء مدينة القاسم اللي هو حي الغدير، وهو واحد من الأحياء الكبيرة بمدينة القاسم. لكن هذا الحي نقصه المدارس. اكو مدرستين موجودات، مدرسة إعدادية ومدرسة الابتدائية. اليوم أنا متواجد بهاي المدرسة الابتدائية. طبعا هاي المدرسة الابتدائية مكتملة 99%. كل ما هنالك أهالي الحي يطالبون التربية أن تستلم هاي المدرسة، حتى الطلاب والتلاميذ الموجودين بحي الغدير اللي يدامون المدارس بعيدة، طبعا ينقطعون مسافات بعيدة للوصول إلى داخل المدينة. أهالي الحي إذا صارت هاي المدرسة يخلصون من الخطوط، يخلصون من يعني حوادث مرورية تعرض لها التلاميذ والطلاب. احنا نناشد المسؤولين مدينة القاسم انه يضغطون على التربية حتى يستلمون هاي المدرسة اللي سمعنا هي مدرسة ابتدائية. طبعا ما تحتاج الى مثلا شغلات كبيرة او شغلات، مدرسين ومعلمين موجودين، مجرد رحلات تنتهي عملية اكمال هذه المدرسة خدمة لاهالي حي الغدير. وهذا الحي حي كبير وطلاب وتلاميذ يداومون داخل مدينة القاسم. لذلك احنا مطلبنا الرئيسي من التربية والمسؤولين ان يستلمون هاي المدرسة بأسرع وقت ممكن، خدمة للصالح العام وخدمة لأهالي منطقة حي الغدير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.